ياسين العمري هو تارة يتحدث في الدين وتارة أخرى كيتناقض مع الدين. أنا في ماذا يهمني الفايد كشخص؟ أنا يهمني أفكاره. هل ستبني مجتمعا يسود فيه النقاش البناء، يسود فيه التعاطي الإيجابي، يسود فيه السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في الحلقه من الحلقات السيمو شو. الحلقه ديال اليوم غتكون حلقه مميزه حيت معايا واحد الانسان ان صح التعبير المشبع بالثقافه الحقوقيه، والاستاذ وكذلك ايضا رئيس جمعيه شباب فركله للثقافه والمسرح. خوتي خواتاتي، معايا ومعكم الاستاذ محمد هروان. سي محمد هروان، مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد، مرحبا بيا عندك. شكرا لك على الدعوه الكريمه، الشرف لي اني نكون معك. وانا كذلك سي محمد. شاب اللي كتخدم تبارك الله عليك، الله يحفظك في الطريق ديالك، الله يوفقك يا رب امين في كل الاعمال الفنيه اللي كتساهم في ابراز الله يحفظك القدرات ديال الشباب والافكار ديال الشباب. ما احوجنا لمثل هذا المبادرات. الله يحفظك اخويا محمد، ولي شرف تكون ضيف من ضيوف هذا البرنامج. اخويا محمد، ممكن تعرف على راسك وتعرف على راسك على مشاهدي اللي غيشاهدوا هذه الحلقه ان شاء الله؟ مرحبا سي محمد، انا هروان محمد، عندي 29 سنه، كنخدم في مجال التعليم ما شاء الله. كندير العمل الجمعوي، شويه ديال الحقوقي، كندير شويه ديال التدوين، كندير شويه ديال المقالات، كنكتب فيها الخواطر ديالي، مجموعه من الافكار ديالي، مجموعه من القراءات ديالي، مجموعه من الكتب. هذا هو المجالات الاهتمام ديالي. اضافه للمجال ديال العمل الجمعوي كنخدموا على هذا التيريطوار ديالنا ديال لي زوازيس ديال الواحات اللي كنحاولوا من خلاله نساهموا قدر الامكان في النهوض بهذا المجال هذا المعروف بالمقومات ديالو وكذلك بالهشاشه ديالو. ما شاء الله عليك. خويا محمد، غنسولك واحد السؤال اللي كنسول فيه جماعه الضيوف ديالي. شنو هو الهدف ديالك في الحياه؟ وعندي جوج ديال الاهداف في الحياه. اول هدف هو هدف خاص ديالي، الحياه ديالي مع لونطوراج ديالي، مع العائله الصغيره ديالي، اني نحقق بزاف ديال الحوايج اللي تفرحني وتفرحهم. وعندي هدف اخر، هذا ماشي خاص، هذا عام، يعني ديال مشروع مجتمعي. بغيت المجتمع ديالي نشوفه في واحد الحله، واحد الوضعيه، واحد الحله تكون ارقى وافضل، لان كما كتعرف كنعيشوا مشاكل. وهذا الشيء كامل هذا الخاص والعام راه كيتلاقاو بطريقه او باخرى. الله يوفقك اخويا محمد. خويا محمد، انت كرئيس جمعيه الشباب في ركله الثقافه والمسرح، السؤال ديالي شنو هدفكم من هذه الجمعيه؟ وكما كتعرف المسرح هو ابو الفنون، والمسرح هو واحد الوسيله من اجل النهوض بالوعي المجتمعي، هو واحد المجال من اجل اعاده انتاج واحد المجموعه من الظواهر المجتمعيه من اجل النقد ديالها ومن اجل التصحيح ديالها ومن اجل التقويم. وحنايا الا كنا كنديروا المسرح راه من اجل اننا نجمعوا الشباب باش يهتموا بما هو فني، بما هو ثقافي. وهذا الشيء راه تيساهم بطبيعه الحال في محاربه مجموعه من الظواهر اخرى سلبيه. فمن الاحسن انه يكون عندنا شباب ومراهقين تيخدموا معنا في هذه المجالات الفنيه وكيكتشفوا دي التيماتيك، كيكتشفوا ناس، كيكتشفوا مواضيع. من الاحسن مقارنه بانهم يكونوا في بلايص اخرين ويكونوا ما كيساهموا حتى شي حاجه. دونك المسرح كما كتعرف مهم جدا للمجتمع ومهم للشباب. فهذا نداء من خلالك سي محمد، من خلال البرنامج ديالك، لجميع الفعاليات ديال المنطقه انها تساهم معنا، كل بقدره وبامكانيته، باش اننا نزيدوا نطوروا هذا الدومين هذا في المنطقه، باش حتى حنا يكون عندنا مكان على الصعيد الوطني ونوصلوا الصوت ديالنا. والمسرح يمكن يكون واحد الوسيله باش نوصلوا الصوت ديالنا. الله يوفقكم اخويا محمد. كيفاش جاتكم الفكره انكم ديروا هذه الجمعيه؟ فبعد واحد التجربه ديالي متواضعه مع واحد الفرقه مسرحيه كانوا فيها واحد الطلبه ديال المسرح، الماستر ديال المسرح، وخديت يعني واحد النوع ديال الباجاج، نقول واحد شويه ديال الباجاج في المسرح. قريت شويه في الدومين وهذا، وجيت لتين جداد قلت انه نزيدوا نستمروا، ولكن نستمروا بحله جمعويه وهذا. وتلاقينا مع ناس اللي مهتمين بنفس الدومين،
وقلنا نديروا الخطوه ونديروا البادره، وباقي حنا في بدايه الطريق، يعني باقي الناس يلاه كيكتشفونا بشويه بشويه، والقادم اجمل. والقادم اجمل ان شاء الله. شنو هما العراقيل اللي كتعاني من هذه الجمعيه، او بصيغه اخرى شنو هما العراقيل اللي كتعاني منها هذه الجمعيه حاليا؟ كما معظم الجمعيات كاين العائق الاول هو مادي بامتياز. فانا الفرقه عندي كنبغي ندير لها مثلا دي فورماسيون على اعلى مستوى، نجيب دي فورماتور على اعلى مستوى، كتلقى لها الهاجس المادي راه كاين، ما كاينش يعني واحد الامكانيات كبيره، كتبغي مثلا تنقل ما كاينش امكانيات ماديه، كتبغي مثلا لي سباس وتخلصوا مثلا باش تخدم فيه، كتبغي كما كتعرف خص الباجاج، خص مثلا احنا في عصر السوشيال ميديا كيخصنا باش نصوروا حتى حنا باش نبانوا امكانيات ماديه، دونك كاين العائق المادي. ثاني حاجه كاين واحد العائق اخر اللي انا عندي الجرأه باش نقولوا ما عنديش مشكل، كاين عائق ديال المجتمع لا زال يتصور ان راه الفن والمسرح راه غير مجرد مضيعه للوقت، راه شي حوايج تفاهه، راه شي حوايج فوق الشبعه. بينما الا رجعنا كاع للتاريخ راه المسرح لعب دور اساسي في تمرير مجموعه من الرسائل وفي النضال المجتمعي والجمعوي اللي كيدار والقانوني والحقوقي اللي كيدار، يعني عنده مكانه، عنده قيمه، المجتمع خصو يعطيه هذه القيمه هذه باش انه يدعمنا حنا ويعاوننا ونقدروا ان شاء الله تعالى نوصلوا ان شاء الله ان شاء الله. ودو خويا محمد، خويا محمد انتقل معك لواحد الموضوع اخر. غنشد معك شويه ولكن شرب عليه شي دكه. خويا محمد، في التاريخ 12 ابريل 2023 لحتي واحد الفيديو ديالك او واحد الفيديو عبر المنصه ديالك ديال الدكتور عصيد، نعم، اللي تيقول فيه بلسانه الدين ماشي علم، لأن العلم اكتشاف والدين ماشي اكتشاف. وقال لك أيضا أن العلم برهنة عقلية وتجريبية، وهذا الشيء ما كاينش في الدين. وقال لك أيضا والدين هو تسليم اعتقادي عاطفي إيماني وجداني، والحيز ديال العقل ضيق فيه لأنه متابع للنصوص. سي محمد، تعليقك على هذا المنشور؟ سي محمد، كما كتعرف راه احنا عندنا في العالم كامل 4000 ديانه تقريبا، وكلهم كاين فيهم شي حوايج اللي اقرب للعلم، ولكن كلهم كيتبازوا على الايمان والتسليم، يعني وشي حوايج اللي هي غيبيات. العلم كيتبازا على التجربه لانه تيبغي يبحث في هذه الموجودات، رغم انه يتساءل حتى هو فيما هو ميتافيزيقا ولكن بواحد الشكل اخر. اما الدين فهو اعتقاد وايمان، و تيكون مبازي على العاطفه، سي نورمال تيكون مبازي على العاطفه، لانه اولا العامل ديال كنلقاو الدين في واحد الثقافه معينه، يعني كنتزادوا في واحد الثقافه معينه، لا بلوبار تيواصلوا تيعتقدوا كما حنايا. وثاني حاجه ان الدين هو مجال يهتم بما هو اخلاق معاملات ما هو، بينما العلم هو يسعى الى حقائق الاشياء، الى البرهنه على مدى توافق هذه الاشياء مع المنطق مع العقل او لا، بينما الدين لا. وهذه امور ما خصناش تقلقنا، ما خصش تقلق اي متدين، لان امور اللي هي عاديه بل خصو ويدعمها ويعاونها. ولكن هذه الثنائيه ولا هذا النقاش راه خلق في المجتمعات ديالنا، خلق نقاش تاريخي فيه شنآن، فيه اخذ ورد، فيه ما يسمى بالصراع ديال العقل والنقل. النقل راه هو النص الديني، لانه كيتبزع على النقل، كيتبزع على التوريث، الحفظ الى اخره، لو ترانسفير. بينما العقل راه كيتبازا على اولا تجربه فرديه، كيجي الانسان كيبلور التصورات ديالو، وكيتبازا كذلك على الدراسات والتجربه والبحث الميداني والبحث العقلي. يعني هذا الشيء ما خصوش يقلقنا، يعني مساله اللي هي انا كتجيني عاديه. وي، هذا هو التعليق ديال الاستاذ ديالنا سي محمد هروان. سي محمد هروان، قلتي في واحد لا فيديو ديالك اللي بالعنوان ديالو ما فيها باش نتذكر التاريخ فاش قلتي 24 جوان 2023، العنوان ديالو يتمكن الشيوخ من حشد الناس في مجتمعنا. المجتمع ديالنا كيخاف المسؤوليه،
كيخاف من التساؤل وكنخافوا ايضا من التغيير. السؤال ديالو اخي محمد، علاش المجتمع ديالنا كيخاف من المسؤوليه وكيخاف من التغيير؟ لان التغيير والمسؤوليه، اولا التغيير مسؤوليه، وهذا التغيير يقتضي اعاده التفكيك واعاده القراءه واعاده البحث في مجموعه من المسلمات ومجموعه من الحقائق اللي هذا البحث وهذا التقصي ديال هذه الحقائق كيبرزط الناس، كيخرجهم من واحد لا زون دو كونفور ديالهم، تيخرجهم من واحد الحاجه اللي توارثناها وامنا بها وما فكرناش فيها ولا مفكر فيه بالتعبير ديال محمد أركون. هاد لا مفكر فيه ولا هاد لي زون هادو خصنا الفو لي بينيتري، خصنا ندخلوهم، هاد الغرف المظلمه خصنا ندخلوهم، نبشوهم، نقلبوهم، نعيدوا النظر في مجموعه من الامور ديالنا باش نغيروا. علاش كنقول التغيير خاص؟ لان كاين وضعيه اللي ما مزياناش، كاين مجتمع اللي لا زال يعاني من مجموعه من المشاكل، لا زال المجتمع ديالنا لم يتبلور فيه الفرد كذات واعيه مساهمه في التنميه، مساهمه في الديفلوبمون، مساهمه في الحياه العامه، لم يتبلور فيه مشروع مجتمعي قائم على الانتقال الديمقراطي، قائم على الحقوق والحريات، قائم على الواجب كذلك، قائم على والواجب ملي تنقولوه راه ينبغي انه نربطوه بالحق. الا ما كانش الانسان يتوفر على حقوقه في التعبير وفي مجموعه من الامور فغادي يختل عنده الاداء ديال الواجب. في الشارع الا مشيتي غادي تلقى الناس كيرميو الازبال، هي سلوك عندهم عادي. علاش؟ لان ما كيحسوش بالانتماء لهذا لو تيريتوار، لهذا المجال هذا، لهذا البلد. فاللي كنقولوا حنا هو انه خاص الناس يوعوا بالحقوق ديالهم وعلى فوا يوعوا بالواجبات ديالهم، وهذا الشيء جزء من التغيير. والتغيير بالضروره تيتوشي مجموعه من المجالات اللي بينها الاقتصاد، السياسه، الدين، الثقافه ديالنا، مجموعه من الامور تيقيسها التغيير. وخصنا تكون عندنا الجرأه على استخدام العقول ديالنا فيما يفيدنا جميعا وفيما يجعلنا في واحد المجتمع راقي يسعى لتبادل الافكار بدل الضرب في الاشخاص، بدل الاحكام المسبقه، بدل مجموعه من الظواهر اللي هي سلبيه. فانا ما عنديش مشكل انني نعترف باننا مجتمع متخلف عكس مجموعه من الناس اللي تنقولها لهم وكتستفزهم. ولكن الا جيتي بالارقام وبالمعطيات وبالواقع اللي تنعيشوه، احنا دائما عندما نناقش اي واحد كيفما كانت المرجعيه ديالو في المجتمع ديالنا سيقول لك باننا مجتمع فعلا نعاني، ونحن مجتمع ننتمي لزمره ديال المجتمعات المتخلفه. هذا الشيء ما خصوش يقلقنا، بل بالعكس خصو يلقي علينا هذه المسؤوليه. والناس يميلون لمن يدغدغ عواطفهم. داك الشيء علاش قلت لك الشيوخ كيعيشوا الناس في واحد السماء وهميه، وكاننا نحن الافضل في العالم، وكاننا نحن الذين ليس في العالم من سوانا. يعني هذه معلومات اللي تيقولوا وتيعزوهم بنصوص دينيه، وهذا انا ما كنتفقش مع هذا المنظور هذا. بل كنبغي انسان اللي يجي يستفز المجتمع ديالنا يقول لي ودي اذا كنت على صواب مثلا من الجانب الديني فاين الجانب المعاملاتي والاخلاقي؟ راه هو غلط في الواقع ديالنا. دونك هذه مسؤوليه خصنا نغيروها. والمثقفين كما كتعرف منبوذين لانهم ينادون باشياء لم يتوصل اليها الناس بعد، ربما هم ينادون الاجيال المستقبليه. او وسقراط كما كتعرف في الوقت ديالو كان الناس يعتقدونه مجنونا. غاليليو عندما قال بان الارض كوبرنيك عندما قال بان راه الارض ليست مركز الكون وقال بانها ليست مسطحه، وهذا كان الناس يعتقدون انه احمق او انه فقد صوابه او انه يهدي او انه شيء من هذا القبيل. ولكن مع مرور الوقت اكتشف الناس أنه كان على صواب. فنحن لا نقول بأننا نقول الحقيقة، بل نقول للناس عندكم من هذاك اللي تيدعي أنه تيقول لكم الحقيقة. الحقيقة كما كيقول إدغار موران وحدة ومتعددة. لا فيغيتي اي اون اي بلوريال. خصنا نعتقدوا بان النسبيه في كل شيء هي اللي خدم. لان الا كنت انا كنعتبر الثقافه ديالي هي الطوب، فواحد اخر كيعتبر الثقافه ديالو هي الطوب، ومن خلالها الا كنت انا دغمائي واطلاقي غادي نمشي نتحارب معاه، ما غاديش نمشي نتحاور معاه. فاحنا ندعو الى الاختلاف وتدبيره عبر ثقافه الاختلاف.
فاختلاف الثقافه شيء عادي طبيعي كنلقاوه، ولكن ثقافة الاختلاف شيء نتعلمه نأخذه من خلال التجربة ديالنا، من خلال القراءة ديالنا، من خلال النقاشات ديالنا، من خلال الاكتشاف ديالنا. فكندعيو لنقاش عمومي راقي كيناقش الأمور في مجملها، كيناقش اللب ديال المشاكل التي تعاني المنظومة المجتمعية والقيمية ديالنا منه، وماشي نبقاو كنعيشوا الناس ونقولوا لهم راه الآخر دائما هو الشر. لا، بل ينبغي أن ننطلق إذا كان الآخر شر فحتى احنا ننتج الشر، بل حتى حنا كنا اقوياء سننتج ربما شر اكبر. اذا نحن المجتمعات البشريه ماشي كنميلوا للخير كما كان كيعتقدوا الناس، لا، نحن نميل اكثر الى الشر، ولكن بحكم التثقف، بحكم البحث، بحكم التفكير الانساني كاين هناك اشخاص كيخرجوا من ديك القوقعه وكيحاربوا داك الشر اللي في الدواخل ديالهم وكيبدلوه بالخير. اذا ينبغي ان نسعى الى التحاور، الى التبادل البناء رغم الاختلاف، لانه تقبل الاخر خصو يكون انكونديسيونيل بدون شرط. الا بغيتي تدخل معايا في حوار ما خصكش تفرض عليا، ما خصنيش نفرض عليك، خصنا نديروا قاعده كتبازا على التسامح، قيم التعايش، ونناقشوا من بعد بدون تكفير، بدون عنف لفظي ولا مادي. وي محمد هروان، كما قلت في المقدمه انت كانسان متشبع بالثقافه الحقوقيه، عفوا بغيت نسولك واحد التساؤل وفي نفس الوقت السؤال بالنسبه لي، لماذا تدافع عن التعدد وحريه المعتقد؟ كما قلت لك السي محمد، هاد التعدديه اللي كاينه في العالم هي الا جيتي تشوف فيها راه تلقاها كبيره، بل حتى في لب ثقافه واحده كاين اختلافات، بل في لب دار واحده فيها دين واحد، ثقافه واحده كاين افراد يسعون الى الاختلاف، لان الانسان كائن يسعى الى بلوره رايه في الوجود وذاته واثبات ذاته في الوجود. سي نورمال، هذا الشيء ما خصناش نحرموا منه حتى شي واحد، دونك حتى شي ثقافه ما خصناش نيجليجيو اي واحد، خصنا كل واحد يتواجد ونعطيوه الحق في التواجد وفي التعبير. فعلاش التعدديه الدينيه؟ لان كما كتعرف تسببات الاديان ماشي الاديان تسببت القراءات المعاقه للاديان في عديد الحروب أريقت فيها الدماء. اذا بويسك كاين هذا المعطى، شنو هو الحل؟ هل سأبقى دائما أعتقد أنني الصواب والآخر هو الضال والخطأ ونمشي نعنفو، ولا نتقبلوا ونتعايشوا في سلام؟ وممكن واحد يتبنى ثقافه الاخر، وواحد ينتقل من ثقافه لثقافه، واحد يتبنى شي حاجه ويغيرها، ما كاينش مشكل ما دام لا يسيء للجميع، ما دام لا يسيء للمصلحه العامه وللحياه العامه، ما كاينش مشكل. دونك التعدديه الدينيه هو نقاش مهم جدا، خصوصا في المجتمعات الثالثيه التي لا تبحث، التي فقط تؤمن ايمان اعمى مبني على التقليد والعاطفه. يعني ينبغي ان نعترف بان راه حتى في لب دين واحد كاين فيه اختلافات. جل الاديان فيها قراءات متعدده، الا مشيتي لاي نص ديني فيه قراءات متعدده، اي دين فيه قراءات متعدده. اذا التعدديه الدينيه راه ماشي فقط الاديان في مقابل اديان اخرى، بل في لب دين واحد ينبغي ان تكون. احنا قبل ان نتحدث عن الاخر اللي هو مثلا الغرب ولا مجتمعات اخرى غير المجتمع ديالنا، ينبغي ان نعترف بالاخر الداخلي ديالنا في واحد السيروره ديال ثقافه الاختلاف واحترام التعدديه الدينيه واحترام القراءه ديال كل واحد، باش ما نتصادموش. لان الا بقينا كنتصادموا غادي يتعاد انتاج الاصطدامات وما غاديش نوصلوا لحل، بل غادي نزيدوا ننتجوا المشاكل اكثر فاكثر. فالحل هو ان نقول ان رايي صواب بالنسبه لي ولكنه يحتمل الخطا، ورايك خطا ولكن يحتمل الصواب، وندخلوا في حوار في نقاش حديث. خويا محمد، غنتقل معك واحد الموضوع اللي تيخص البلاد ديالنا او المنطقه ديالنا او الجهه ديالنا ديال درعا تافيلات. قلتي في واحد لا فيديو ديالك، غنبقى على الكلمه، قلتي في واحد لا فيديو ديالك قلتي في واحد لا فيديو ديالك هناك مشاكل لا حصرة عليها في الجهه، اي جهه ديالنا، والحلول بين يدينا. شنو هما المشاكل اللي كتعاني منها المنطقه ديالنا، وشنو الحل او شنو الحل من الحد من هذه المشاكل؟ ما نقدش نعطي واحد الوصفه سحريه، ولكن نقد نناقش المشاكل اللي كتطرح حاليا في المجالات ديالنا، مجالات ديال الواحات، ولا نقول في درعا تافيلات على العموم.
هي اولا مشاكل مرتبطه بالانتقال ديال المجتمع من بنيه فكريه ثقافيه قديمه وتقليديه مبنيه على القبليه، مبنيه على العصبيه، مبنيه على واحد الانتماء ضيق الى الانتماء الى وطن والانفتاح على وطن ومستجدات الوطن والنضال وطنيا، ماشي نبقاو سادين على رؤوسنا كل واحد في القصر ديالو ونبغيو ننتقلوا للمجتمع ديال القرن 21. لا يمكن. اذا خصنا نخرجوا من هذه القوقعه ديالنا، وهذا الشيء اللي كنقترح ليه هو ينطلق من الاوساط المثقفه اللي كتكون في المدرسه، كتكون في الجامعه، كتكون في الجمعيات، كتكون في المؤسسات، كتكون حتى في الشارع، كتكون حتى في القهوه، تكون في كل شيء. يعني هذه خصها تلعب دور اساسي في التثقيف والتوعيه. والمشكل اللي كنلقى في هذا السوجي يعني كنلاحظوا هو ان هناك مجموعه من الناس نوعا ما نقولوا مثقفين، ولكن كيمشي للقصر ديالو كيدعم الاطروحات ديال انه التشردم وتجبد لعندك انت بل في لب قصور موحده. كاين مشاكل اللي هي شنآن ما بين الافراد والجماعات. اذا هي مشاكل خصنا نتجاوزوها، الى جانب بطبيعه الحال المشاكل اللي فوق منا عاود اللي هي المشاكل الايكولوجيه البيئيه اللي خصها عاود حتى هي برامج عمل تكون مبنيه على بحث علمي، على دراسات، وكينخرط فيها الجميع في واحد لابروش بارتيسيباتيف اللي كلشي كيساهم. لابروش بارتيسيباتيف ولا المقاربه التشاركيه هي ان كل شيء يدلي بيدلويه، كل شيء يدخل في السيروره ديال التنميه. يعني حنايا عندنا افراد ينادون باشياء بينما يرفضهم الجميع وتيقول راه ما عندهم ما يدار، راه ما عندهم سوق. الا كنتي دابا كدير العمل الجمعوي كاين اللي تيقول لك راه ما عندك ما يدار، راه كذا راه كذا. خاصنا نحيدوا هذه النظره هذه ونجبدوا هاد الناس، لان المجتمع المدني هو الصوت ديالهم، هو النبض ديال الشارع، هو النبض ديال هذا المجتمع. خاصهم ينتقدوا حتى هما، يساهموا، يقترحوا، ينتقدوا نقد بناء، ولا اللي ما قدش ينتقد نقد بناء غير على الاقل يسكت. واحد الحاجه مؤخرا دارت الجمعيه ديالنا واحد الامسيه ثقافيه ودارت اقتراحات ب 20 درهم مثلا للناس باش انهم يدخلوا يتفرجوا. كاين اللي تيقول لك اذا كان عمل جمعويا فلا داعي لديك ال 20 درهم. ديك ال 20 درهم باش تعرف غادي تمشي عندنا حنا غير في ذاك اللوكال اللي كنخلصوه من جيوبنا غير باش نتخلصوا كذا. فخصنا هذا التشردم وهذا الجبد عندكم جبد عندي ما يكونش. يعني حنا راه ما كنسعاوش في العمل الجمعوي، ما كنسترزقوش، خص يتحيد هذا الاسترزاق في العمل الجمعوي. ولكن خصنا كذلك نخدموا على حوايج اللي تكونوا غونطابل بالنسبه للسوسيتي. ما كان فيش هذا الشيء يعني في لب النقاش. كذلك هناك مشاكل اللي هي سياسيه، هذا الشيء كامل كيأثر فيها وكتأثر فيها يعني في علاقه جدليه. المشاكل السياسيه راه كتجلى في التجاذبات اللي كاينه نتاجا للتفكير الضيق ديالنا، التغييب. اخر حاجه هي المصلحه العامه للاسف الشديد عند بعض الافراد، وهذا تفكير معاق ما غاديش يفيدهم لا هما لا الاجيال اللي جايه من موراهم، وما غاديش يفيد المجتمع لا الاجيال اللي غادي يخلفها كذلك حتى هو. دونك نخدموا كان المصير ديالنا واحد، كان المبتغى ديالنا واحد اللي هو لا بروسبيريتي ديال هذا التيريتوار. ملي نشوفوه مزيان، ملي نجيو ملي كتجي دابا مثلا في العيد كتكون في الرباط ولا كذا ولا طنجه ولا كتجي كتقول لي واحد البلاد باقي كما هي ما تبدلاش، عندك واحد النوع من الاحساس بان فاذا اذا كنا بغيناها تزيد فخصنا نساهموا باش انها تزيد. المساهمه ديال كل فرد راه مهمه في هذا السياق، الى جانب مشاكل اخرى لا حصر لها كنعانيوها في هذا التيريتوار ديالنا، اللي من بينها الافراد دابا ما بقاوش كينتميو، ما بقاوش كيحبوا الانتماء لهذا المجال، ما بقاوش رافضينه، يعني ما بغاوهش علاش لاسباب او لاخرى ما كيهمناش. ولكن هاد ما بغاوش هذه خصنا نشوفوا كيفاش نلقاو لها شي تخريجات. وي خويا محمد، علاش ما يكونش عندنا هنا في المنطقه، علاش ما يكونش عندنا فرص شغل؟ علاش ما يكونش عندنا مدارس اللي تقدر تاهل التلميذ مثلا يزيد لقدام؟ علاش التساؤل خصو نورمالمون يتطرح الفعاليات السياسيه والناس ديال المسؤوليه، ولو اننا حتى حنا خصو يتطرح لينا كناس كنترافعوا، كناس كنساهموا، كناس كنهضروا. خصنا ننتقلوا كما قلت لك من مجتمع يسعى لواحد القيم اللي هي متوارثه وتقليديه قديمه ديال مبادئ القصر والقبيله وهذا، الى مبادئ اخرى اللي كتسعى للمجتمع يتحدث باسم الجميع. نريد ماشي اريد انني ندير لراسي ونجبد لعندي ويبقى، لا، نساهموا ونخرجوا باش يكون عندنا داك الشيء. خصنا نخدموا
في التيران، نمشيو نهضروا مع هاد السياسيين، نترافعوا، نوصلوا لهم الصوت كما تنوصلوا لهم في السوشيال ميديا، نوصلوا حتى في الواقع، نجمعوا الشمل، نقولوا بان راه ماشي التحزب ديالك غادي يخليك لهيه، والتحزب ديال هذا داكشي ما غاديش يفيد. نجيو نيت كناس كجميع الفعاليات اللي عندها مسؤوليات مختلفه، ونتلاقاو على مشاريع اللي هي كتجمعنا جميع في لب واحد الرغبه دائما العوده للناس ديال الاختصاص في مجالات معينه ومتعدده، باش ان ناخذوا ليكسبيرتيز ديالهم ونستافدوا منهم ونبلوروا مشاريع مجتمعيه اللي قد تمشي بنا للقدام. هذا السؤال هذا كبير بزاف، ولكن بالطموح وبالعمل وبالاراده وبالتواصل البناء وبالنقد المستمر نقدروا نوصلوا واحد النهار لواحد المجتمع كيتمتع ببنيه حتى هو تحتيه اللي كتساهم في التنميه ديالو، وكذلك مشاريع اللي هنا نداء كذلك للمستثمرين، الناس اللي عندهم الفلوس، الناس اللي عندهم كما تنقولوا لي مويان، انهم في بلاصه ما يديروا الاحسان بالطريقه التقليديه نوليو نديروه بطريقه عصريه. نجي مثلا من العام للعام كنفرق واحد العدد ديال الاضاحي، لا كنخصص هذوك المبالغ الماليه لمشاريع مدره للدخل لهاد العائلات هذو اللي تخليها ليست بحاجه لانه نعطيها خروف ديال العيد ولا نعطيها، تولي هي يعني قاده انها تدخل في البروسيسوس ديال انها تنتج وتستافد وتفيد. خويا محمد، انت ما شاء الله عليك استاذ، شو من المشاكل اللي تعاني منها التلميذ في الجنوب الشرقي؟ التلميذ في الجنوب الشرقي بحال اللي كيخدم الفلاحه، كتجيه المشاكل من جميع الجهات. يعني كيدخل للدار كيلقى واحد النمط ديال التربيه اللي هو تقليدي، ينهره يمنعه، الا طيح غير شي كاس هرسو تيجي باه تيضربو، راه الا ضربتيه راه المره الاخرى غادي يهز الكاس وهو كيترعد، وغادي يطلقوا غادي يبقى فيه هذا الخوف حتى غادي يكبر. كما كتشوف دابا كيكبروا الناس كيوليو ما نعرف شنو كاع عندهم شهادات وعندهم، ولكن باقي كيكون تيميد تصد على راسو، والخوف داكشي جاي من دوك. فالمشكل كينطلق من الدار. كذلك ملي كنخرجوا للقهوه ولا الشارع كنلقاو الناس مهتمين بمواضيع تافهه، مهتمين بنقاشات تافهه، نقاشات في الغاير، نقاشات في اشياء لن تفيد الفرد ولن تطوي. يعني الناس باقي ما انتقلوش لانهم يناقشوا المواضيع، العقول لم ترقى بعد لهذا المستوى للاسف الشديد. فكيلقى التلميذ حتى هو ولا الطفل كيلقى هذا الوسط موبوء بهذا الشكل هذا، اضافه للسوشيال ميديا دابا اللي دخلات والقت بالثقل ديالها، للاسف الشديد حتى المحتوى الرائج عند الاطفال والمراهقين التلاميذ هو المحتوى اللي فيه غير هذا الشيء ديال التفاهه زعما وكيسحب الانسان كانه راه كيسير العصر وولد الوقت وولد الموضه بهذاك الشكل المشوه. ولكن الا كنتي كتهضر في الثقافه وفي مواضيع اللي هي مهمه وهذا وكتساهم وهذا، غادي يتصوروك الناس وكانك تهدي او احمق او شيء او مجنون. يعني هذا مشكل، يعني اغتراب للثقافه والفكر في المجتمع ديالنا هو مشكل عويص. كذلك يلقي بثقله على التلميذ بطريقه او باخرى. ان الا لقيتي انسان دابا، انا ما غاديش ننتقد نقد هدام بالنسبه للفعاليه الثقافيه، ولكن راه عندنا فعاليه ثقافيه تكرس التفاهه للاسف الشديد. فإلا كانت التفاهه جايه من الاوساط اللي كنقولوا عليها مثقفه، فماذا سيفعل العوام يعني والناس العاديين؟ يعني هنا اشكال. فخص انه المزيد من الاهتمام بما هو ثقافي، بالكتاب والقراءه، بالفن، بكل ما يرقى بالذوق السليم للانسان، بعيدا عن التطحنات، بعيدا عن التشنج وداك الشد اللي ينقط عليك. يعني ننتقلوا لمجتمع اخر اللي بطبيعه الحال يسعى لانه يتحمل المسؤوليه ديال التغيير ديال واحد المنظومه اللي مهترئه بغينا ولا كرهنا وتقادم عليها الزمن وكلنا الدهر وشريك. خصنا نغيروها راه مسؤوليه اللي هي جباره، خصنا جميعا نتعاونوا عليها. الاسره، المدرس، المستثمر، مول القهوه، مول الخضره، كل شيء مجتمع، كل شيء خصو يدخل في البروسيس، كل شيء خصنا نجبدوه، كل شيء خصنا نناقشوه، كل شيء خصو يتحمل معنا جزء من المسؤوليه في المجتمع ديالنا، ويولي كل واحد قد يصنع التاريخ كفرد. لان هذا هو الفرق ما بيننا وبين المجتمعات اللي تطورات. المجتمعات اللي تطورات كتامن بان الفرد قد يساهم، قد احنا كنحقروا، كنيجليجيو، كنرفضوا ربما لاسباب ذاتيه وموضوعيه، ولكن هذه الظواهر خصها تحارب وخصها تحيد ان شاء الله. خويا محمد، انا نعطيك 3 صور وتجاوبني في كلمه. الصوره الاولى، الدكتور الفايد. الدكتور الفايد هو
خرج من واحد المجتمع كما قلت لك عنده بنى تقليديه في التفكير، ترسخ اشياء لا مفكر فيها او مستحيل التفكير فيها، آمنا بها هكذا دون ان نبحث فيها ودواء. ملي جا تيحقق فيها وتيشوف فيها يعني بواحد المنظور نقدي ناضوا ليه الناس، وهذيك ردة الفعل ديالهم عاطفيه اكثر مما هي عقليه، لدرجه انه انا كنشوف ردود الفعل على الدكتور الفايد كثيره الهدف ديالها اما البوز اما انه تضرب فيه كشخص. انا في مدى يهمني الفايد كشخص، انا يهمني افكاره، هل ستبني مجتمعا يسود فيه النقاش البناء، يسود فيه التعاطي الايجابي، يسود فيه بغض النظر عن غلط ولا صحيح، ولكن يساهم. والانسان الذي يستفز الوعي ديال المجتمع راه هو اللي كيساهم في الديفلوبمون ديالو، ماشي اللي كيعطيه هذوك لي كالمون اللي كيريحوه، دوك المخدرات اللي كتبقى كتخليه هكا في واحد لازون ديالو ما يخرجش فيها. لا، خص الانسان والمثقف راه هكا تيكون تيستفز الناس باش يعيدوا النظر. ولكن للاسف الشديد كتلقى الناس في المجتمعات المتخلفه لا يسعون الى اعاده النظر في داك الشيء ديالهم، يسعون فقط لانهم يحافظوا على نفس البنيه. ولكن اذا كانت نفس البنيه مزيانه فاذا نحن لماذا متخلفين؟ هنا الاهتمام ديالي حتى انا بانه نبقى نتفرج في الفايد، وهذا نابع من الاهتمام ديالي بسؤال النهضه اللي هو لماذا تقدم الغرب وتخلفنا نحن. وفي هذا الموضوع راه تنتجات افكار وكتب كبيره ومفكرين عظام في هذا السياق هذا. هذا هو التعليق ديالي على الدكتور. الصوره الثانيه استاذ ياسين العمري. ياسين العمري هو تارة يتحدث في الدين وتارة أخرى كيتناقض مع الدين، بحيث أن الدين تيقول لك ودي خصك أن تدعو إلى الأخلاق والمعاملات السليمة، هذا هو الدين وفقط، خليها في هذا الجانب. تارة هو كيستغل الدين من أجل استمالة الناس ومن أجل ترسيخ نفس المنظومة اللي كاينة. يعني داكشي اللي تيقول لنا العمري ماشي جديد، حنا ألفناه، خاصنا نقولوا للعمري واش عندك شي جديد، واش عندك شي حاجة أخرى. ما هذاك الشيء راه أي واحد قد يدير داك الخطاب، واحد حتى ولو انه غير متخصص. راه تنريحوا دابا في العرسات ولا تيجي شي واحد هكا بنفس المظهر ديال العمري وهذا وتيهضر وتيقول اشياء بحال هذا النوع، يعني من الصغر ديالنا وحنا الفنا هذا الخطاب. ولكن ما الذي غيره هذا الخطاب هذا؟ بقدر ما انه انتج التشنج وساهم في تضعضع الوعي ديال المجتمع. فينبغي انه ينتقل لليفل الاخرى اللي ما يكونش ديك الحديه في التفكير، ديك الاحاديه في التفكير، ديك الاطلاقيه في التفكير، وان يدعو من منبره اللي فيه متابعين كثار، ان يدعو من منبره الشباب الى التثقف، الى الانفتاح، الى القراءه، الى طرح الاسئله الجوهريه، بحال مثلا كما قلت لك سؤال النهضه ديال لماذا تقدم الغرب وتخلفنا نحن. الصوره الثالثه ديال الدكتور عصيد. الدكتور عصيد من الناس حتى هو اللي كيدعيو للنسبيه في قراءه الموروث ديالنا وفي قراءه النصوص الدينيه وفي قراءه مجموعه من الامور. واللي كيعجبني في الدكتور عصيد هو الدفاع ديالو المستميت على المبادئ ديال العلمانيه، لان الا قلنا التعدديه الدينيه كاينه اذا خصها العلمانيه، والعلمانيه تيفهمها هو الناس ولكن ما تيبغيوش يفهموها، بحكم ان الناس كيكون عندهم دائما واحد الانحياز تاكيدي ولا توكيدي للنمط الفكري اللي تيبغيوه. يعني تيدخل تيتفرج في داكشي اللي تيوافق المبادئ والافكار ديالو، تيوافق، تيشوف شي حاجه كتختلف ما كيوافقش، كيقول لا، وما تيفكرش كاع، ما تيفكرش واش داك الشيء صحيح ولا. فالدكتور عاصد كيدافع على هذا المبدا هذا، وهو مبدا زوين لانه مبدا تيتيح لنا التعايش، تيتيح لنا انه حتى واحد ما يضرب في الاخر لا بطريقه او باخرى، حتى واحد ما يعنف الاخر، حتى واحد ما يرفض الاخر، ونعيشوا في مجتمع اللي فيه الجميع يمارس الحق ديالو كما بغى، ويبقى التدين ديالو مساله شخصيه، لان التدين نسبي، حتى واحد ما عندوش السوار ديال الجنه ولا النار، حتى واحد ما تيدخل الجنه ما تيدخل النار، كل واحد كيدير وفق المستطاع ديالو في الدين، والله تعالى اللي تيحاسب الجميع. داك الشيء اللي كاين. خويا محمد، النقاش معك كان شيق وما سخيتش بيك، ووصلنا لنهايه الحلقه. كلمه اخيره للمتتبعين اللي غيشاهدوا اولا كندعوكم لمزيد من الدعم ديال الشباب بحال سيمو،
علاش؟ الله لانه يحفظك. حنا بحاجه للابداع في دراسه فيلالس، حنا بحاجه كذلك لصناع محتوى اللي كيطرقوا المواضيع، كيطرقوا القضايا وي وندعموهم. كنشوفوا دابا صانع محتوى في كازا ولا الرباط ولا كنلقاو يلاه بادي تيدير شي حاجه زوينه تيعاونوا الناس. وي هنا عندنا باقي، وهذه من المشاكل النت اللي باقي هامش في كل شيء. يعني حتى حنا نسعوا اننا نكونوا مركز تاعنا، ماشي مشكل، راه المجال مفتوح للجميع. وثاني حاجه نتعاملوا مع بعضياتنا برفق وبادب، ونحولوا الافكار ديالنا والمبادئ ديالنا المعاملات في المعيش اليومي، في السوق، في القهوه، في الدار، وي ونوليو مجتمع اللي مهتم بالقضايا ومهتم بالمواضيع، ونخليو الافراد كل واحد كيدير اللي بغى غير ما يضرناش، ونساهموا جميع ونتعاونوا جميع باش ان هذه المسؤوليه نهزوها كاملين ديال تغيير واحد المنظومه ديالنا مهترئه وكما قلت لك قديمه. ان شاء الله خويا محمد. خوتي وخواتاتي، معايا ومعكم السي الاستاذ والرئيس جمعيه شباب فركله للثقافه والمسرح، السي محمد روان. السلام عليكم.